يا مساء الفل. هنعمل مع بعض النهارده الممبار اللولي او البوبس. اكله محدش بيختلف عليها، تحفه وتحفه اكتر في العزومات. ويلا بينا نشوف الاكله دي مكوناتها عباره عن ايه. معايا كيلو رز مصري، معايا عصير طماطم، كيلو ممبار، بصل، فلفل اسود، ملح، كزبره ناشفه، شطه، السبع بهارات، والخضره معايا شبت وكزبره وبقدونس، ومعايا زيت، ومعايا فلفل اخضر ونعناع فريش. وفي حله على النار وانزل بشويه زيت، وبعدها انزل بالبصل بس مش هنزل بالكميه كلها. هسيب حوالي بصلايه في البصل كله. هوريكم دلوقتي هنعمل فيها ايه. نزلت شويه بصل وسبت شويه تانيين، مش هنزل كله. الشويه دول انا هحتاجهم دلوقتي بس مش هحطهم في الحل. اقلب حلو قوي، بعدها انزل بالفلفل. الفلفل الاخضر مع البصل بيدي طعم تحفه، وبيخلي طعم البصل واضح اكتر. واقلب الاتنين مع بعض كده، واحط مكعب زبده بلدي. ده اختياري، حباها حباها، مش حباها ما تحطيهاش، مفيش مشكله، بس بتبقى طعمها حلو. واقلب كويس قوي لحد ما احس ان البصله بتدبل معايا. البصل بتاع المحشي ما بياخدش لون خالص، يا دوب بيدبل بس كده، ويبقى كده زي الفل. اسيبها على النار لحد ما تدبل بس شويه. وبعد كده فاكرين البصل اللي احنا سبناها، انزل عليها بشويه فلفل اسود، وابتدي اقلبهم كويس قوي في بعض. الحركه دي حلوه قوي وبتدي طعم حلو جدا في المحشي. كده البصله دبلت معايا وبقت زي الفل، ابتدي انزل بعصير الطماطم. انزل بالكميه كلها وابتدي اقلب. شايفين الصلصه فيها كميه ميه قد ايه؟ هسيبها على النار لحد ما تتشرب خالص الميه اللي فيها. اجيب بوله فاضيه وابتدي انزل بالرز المصري مغسول ومتصفي وزي الفل. احطها في البوله وابتدي احط كل المكونات على الرز. زي ايه المكونات؟ المكونات معايا عباره عن نعناع فريش. النعناع في المحاشي معروف طبعا، تحفه، وجربوها برضو في الممبار هتبقى حلوه قوي قوي. بعد كده الخضرة عبارة عن شبت وكزبرة وبقدونس. والبهارات معايا زي ما قلنا فلفل اسود، شطة، ملح، السبع بهارات. تمام. وبعد كده البصلة اللي احنا قلبناها مع الفلفل الاسود لوحدها من غير نار ومن غير اي حاجة. وبعد كده ابتدي انزل بشوية الزيت واقلب ده كله كويس قوي مع بعض. ويلا بينا نشوف الصلصة معايا. احط عليها معلقة سكر صغيرة خالص. شايفين المية اتشربت ازاي؟ كده بقت زي الفل. وكده تكون جاهزة ان احنا نحطها على الرز زي ما احنا شايفين كده. بالراحة لانها بتبقى سخنة قوي لسه. ريحة الخضرة مع البصلة النية مع البهارات تحفة. هبتدي اجيب طبق او سرفيز لوحده كده فاضي خالص، واحط شوية رز. بنفضل ان احنا نعمل الحركة دي عشان الرز ما يتزفرش معايا. زي ما احنا عارفين ان الممبار غير المحاشي، عشان لو اتبقى رز حرام ما يترماش. وكل ما احتاج رز انزل بكمية تانية مفيش مشكلة، بيتوفر معايا احسن ما ازفر كل الكمية كلها. همسك الممبراية زي ما احنا شايفينها كده، وهخلي الطبقة اللي فيها دهون هي اللي من جوه. وابتدي امسك الممبار بالشكل ده وادخل صبعي الاتنين زي ما احنا شايفين كده، وابتدي اعبي.
طبعا الممبار معايا بيبقى زي الفل، بيتنقع في محلول. المحلول بيبقى عبارة عن دقيق وليمون وجنزبيل فريش، بلاش جنزبيل بودر عشان بيمسك في الدهون اللي جواها. شايفينها عاملة ازاي؟ وبإيدي ابتدي ارحل الرز لتحت شوية. تمام. وطبعا ما بحطش رز كتير، على قد ما بقدر بعبي، وواحدة واحدة كده بوزع بإيدي التانية. بعد ما تنضفي الممبار حاولي قصي الممبار لقطع صغيرة عشان ما تمليش وانتي بتعبي الممبار وهو طويل قوي كده. شايفين الطريقة عاملة ازاي؟ ما تطوليش في طول الممبار عشان ما تمليش وانتي بتحشيه، يعني يا دوب على قد مسكة الايد بس مش اكتر. رحلي الرز من فوق لتحت شوية، وما تحاوليش تمليها خالص عشان ما يفرقعش منك. هوريكم دلوقتي بيبقى عامل ازاي. برحل بس الرز كده لتحت، حسيت ان لسه تحت فاضي شوية ببتدي اقلب الممبار واكمل من تحت، مفيش مشكلة خالص، زي ما احنا عملنا كده. دي اسرع طريقة لحشي الممبار، ولا بتحتاج لقمة ولا بتحتاج لأي حاجة. هي بإيدك كده واحدة واحدة كده، وخليكي سريعة فيها، وفي نفس الوقت ما تملهوش قوي، خليها كلها متساوية زي ما احنا شايفين كده. بإيدك ظبطي وما تخليش رز خالص من بره، نضفي أول بأول. شايفين ده السمك بتاعه، مش عايزينه يبقى مليان قوي عشان ما يفرقعش مننا في المية. وابتدي احطه في الطبق. نعمل واحد تاني مع بعض. هبتدي افتح الممبارة زي ما احنا شايفينها كده، وادخل صبعي الاتنين فيها، وبايدي التانية بعبي. اهم حاجة خليكي سريعة في الممبار ونضيفة فيه. احشي بسرعة بسرعة بسرعة، وبعد كده نضفي مكان ما انت بتعملي الممبارة، ما تبقاش فيها رز من بره، ما يبقاش فيها خضرة، عشان تطلع معاكي الحاجة بشكل نظيف. وابتدي ارحل لتحت شوية، ولا غلبة ولا اي حاجة خالص، وفي الاخر النتيجة بتاعته بتبقى تحفة. احلى حاجة ان الكل بيحب الخضرة، لما بتكتريها في المحشي بتدي طعم تحفة تحفة للمحاشي وللممبار. ما تنسوش حركة البصل بالفلفل الاسود، دي بتدي نكهة حلوة قوي للمحشي وللممبار طبعا. ببتدي اظبط كده الممبار زي ما احنا شايفين كده، وارحل اي حتة فيها شوية رز اكتر ببتدي ارحله لتحت شوية، واقلب، واي مكان ما فيهوش رز ببتدي اعبيها تاني زي ما احنا شايفين كده مع بعض. كده انا خلصت الممبرايه وبقت زي الفل. هبتدي انضفها واحطها في الطبق، واللي بعدها كده نفس الكلام لحد ما اخلص الكميه كلها وتبقى معايا بالشكل الجميل ده. طب احنا عايزين نعملها لولي زي ما احنا شايفين كده، هنعملها ازاي؟ سهله قوي. تعالوا كده اوريكم الطريقه ازاي. هجيب واحده انا معبياها عادي زي ما انتوا شايفين كده، احنا عبيناها مع بعض، وابتدي اجيب فتله بالشكل ده. هعمل ايه؟ همسك اولها في الاول خالص، وابتدي ان انا اقفلها حلو قوي، بس اكده على الربطه عشان ما تتفكش في الشوربه، واي خيط يكون جامد عندك بس مش اكتر. تمام كده ربطناها. دي كده اولها. هبتدي اجمع شويه رز لفوق شويه وهويها شويه زي ما احنا شايفين كده. اهم حاجه تبقى مهويه، ما يبقاش فيه رز كتير قوي فوق. يعني كل اللي بعمله في الممبار ان انا بقسمه بس مش اكتر، واربط، اخد مسافه واربط، وفي نفس الوقت وانا بربط يكون فيها سنه هوا، يعني مهويه شويه، ما تبقاش مليانه رز كتير قوي. فاهمين قصدي ايه؟ وابتدي اربط الجنب ده كمان بالفتله، يعني نظام تقسيمات كده انا بقسمها. طبعا انا مبطئه ايدي شويه عشان تفهموني.
دي كده تاني واحدة. يلا نعمل تالت واحدة كمان. هبتدي اهوي كده الرز شوية واخد المسافة اللي انا عايزاها وارحل الرز اللي انا مش عايزاه للجزء اللي تحت شوية. واهم حاجة الكورة اللي انا باخدها بقسمها دي تبقى مهوية شوية، ما يبقاش مليانة رز كتير. شايفين ايدي عاملة ازاي فيها؟ مهوية خالص. طيب انا بعمل الحركة دي ليه؟ عشان ما تفرقعش طبعا معانا في المية. تمام. وكمان ادوا تقدير كده للرز ان هو لسه هيستوي. كده خلصنا 2. هنعمل الممبراية كلها بنفس الطريقة لحد ما تخلص معايا. كده وصلت لنهاية الممبارة، ابتدي اقفلها زي اول واحدة وتكون معايا بالشكل ده. وبعدها اجيب خلة وكل كورة من دول احاول اعمل لها زي فتحة او ثقب كده فيها. ليه؟ عشان ما تفرقعش برضو مني. تمام. يلا بينا بقى نحطها في الشوربة. الشوربة هتحتاج معانا ايه؟ جزر، بصل، ورق لورا، حبهان فلفل اسود، كبابة صيني، والملح معايا. يلا بينا ننزلهم على الشوربة. ما تزوديش اكتر من كده لان احنا حاطين كل حاجة في الممبار، فطبيعي الشوربة بتاعتها هتتنكه لسه من الممبار. ما تزودوش ملح كتير واعملوا حساب ان احنا حاطين ملح في الرز نفسه عشان ما يحدقش مننا. فاهمين؟ هنزل واحدة واحدة بالممبار. وما تقلقوش خالص من الممبار وانتوا بتنزلوه انه يفرقع منكم او يفتح او في اي مشكلة فيه، ما تقلقوش. هوريكم دلوقتي الطريقة بتبقى عاملة ازاي. انا عاملة شوية لولي وشوية لوحدهم كده زي ما انتوا شايفين كده. مجرد ما بتشم المية بتقفل على طول. هوريكم دلوقتي بتبقى عاملة ازاي. شايفينها قفلت ازاي من تحت؟ نزلها كلها في المية وهوريها لكم. انزل واحدة واحدة كده. هجيب معلقة واوريكم اللي انا نزلتها. هوريها لكم مقفولة ازاي اول ما نزلت. شايفينها نزلت ازاي وقفلت؟ هي المية السخنة اول ما بتشم الجلد على طول بتقفل عليها. فما تقلقيش ان هي هتنزل رز او هتفتح منك، مفيش كده خالص. يلا بقى ننزل اللي احنا عملناه كله. وطبعا بعد الممبار ما يستوي معاه ويبقى زي الفل هنطلع اللولي ده ونبتدي نقصقصه واحدة واحدة كده بالمقص ونشيل الفتل خالص ونبتدي نحمرها. تمام. واسيبها على نار عالية. اول ما احس ان هي ابتدت تغلي غلوة غلوتين اهدي النار خالص عليها خالص. وبعد كده ابتدي اطلعها واحمرها ويطلع معايا بالشكل الجميل ده. ايه رأيكم؟ طعم، ريحة، شكل، والله ما حصلش. حتى الشوربة بتاعتها تحفة وريحتها حلوة قوي بتتشرب تحفة. يلا جربوها وصحة وعافية للي جربها. واتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وسلام.